أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في ندوة رمضان الأخيرة لهذا العام في شهر رمضان المبارك. وكان قد وفد علينا زائر العام فمكث شهره الذي تصفد فيه الشياطين، والذي يكون في أوله رحمة، وفي أوسطه مغفرة، وفي آخره عتق من النار بإذن الله تعالى. ونحن في هذا اليوم إما أن نكون في آخر يوم من أيام هذا الشهر المبارك الكريم، أو أن نكون في يوم غد لنا أيضا موعد مع هذا الشهر الكريم. في الأحوال كلها كل عام وأنتم بخير، وأمتنا بخير، وقائدنا بخير، والمؤمنون جميعا بألف خير. يسرنا في هذه الندوة الطيبة المباركة أن يكون في هذا اللقاء الطيب المبارك سماحة المفتي العام للجمهورية العربية السورية الدكتور أحمد كفتارو، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى. أهلا ومرحبا بسماحتكم. أهلا وسهلا سيدي، مهما كان الحديث مبوبا أو غير مبوب، أو بأسئلة معينة أو بغير أسئلة معينة، فالحديث لكم، وما تشاءون التحدث عنه فلكم أي خيار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى جميع أنبياء الله، وبعد. إن الله عز وجل جعل الصيام ركنا من أحد الأركان الخمسة في الإسلام. فالصلاة كما عرفها الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي حديث آخر الصلاة معراج المؤمن، يعني ارتقاء للإنسانية إلى أعلى درجاتها. والصوم فرضه الله عز وجل لعدة أهداف. أولا قوله النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا تصحوا. فإذا رمضان أحد فوائده رعاية صحة الإنسان. وحديث رسول الله صوموا تصحوا عرفه إنسان هذا العصر بالشكل بأوسع ما يفهم عن الصوم. لذلك علماء الغرب وعلماء الشرق اعتبروا الصوم مصحة، واعتبروه طبا، وفتحوا مشافي خاصة في أمريكا وفي أوروبا، خاصة ليطببوا المرضى بالصيام وبالصيام فقط. حتى أنا شخصيا قرأت كتابا لعالم روسي عن التطبيب بالصوم، وكتابا آخر لعالمين أمريكيين عن الصوم وفوائد الصوم. فلما نسمع كلام سيدنا محمد قبل 14 قرنا يقول صوموا تصحوا، فهذه من معجزات سيدنا محمد النبي العربي. والصوم فرض في كل الأديان السماوية، لأن أديان الله عز وجل التي هي تعاليمه لا ليتسع ملكه وملكوته، ولا ليستغني وهو الغني الحميد، إنما أنزل الله أديانه وتعاليمه ليكون الإنسان تلميذا والله أستاذه. وأول ما نزل على سيدنا محمد: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ يعني تعلم. ثم نزل القرآن مترادفا. وكان العرب قبل الإسلام قبائل متناحرة في جهل ووثنية وخرافية،
فببركة تعاليم السماء الدين وصفهم الله في القرآن بأنهم صاروا خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. فكذلك الصيام، صيام رمضان يعتبر مصحا بالنسبة للناحية الجسدية. هذا ثبت علميا وطبيا، حتى الطب تجاوز في الصوم الإسلامي من الفجر إلى غروب الشمس. فابتكر علماء الطب والصحة الصوم الطبي. والصوم الطبي هو أن يترك الإنسان الغذاء مطلقا، لا من الفجر إلى غروب الشمس، ولكن يصوم إلى 40 يوما بلا طعام البتة. والذي اكتشف في الصوم بأن الصوم يشفي من عموم الأمراض، 95% من عموم الأمراض. وأنا شخصيا صمت هذا الصوم الطبي، صمت أسبوعين متتابعين بلا طعام البتة، وكنت أشكو من أمراض كثيرة وكلها شفيت وزالت ببركة الصوم. والإسلام لم يشرع الصوم هكذا، لأن ما كل الأجسام تتحملها ولا كل النفوس تتقبلها، لذلك جعله وسطا. فهذا من الناحية الجسدية. وأما هناك الصوم من الناحية التربوية والأخلاقية، لما يقول النبي: من لم يدع قول الزور، القول الباطل، من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فليس الصوم أن تترك الأكل والشرب، بل الصوم حتى يكمل ويكون صوما مقبولا عند الله أن تترك كل عمل قولي أو بدني لا يرضى به الله، أن تترك كل قول أو عمل يكون فيه عدوان على الغير أو إيذاء للغير. فقول النبي: من لم يدع قول الزور والجهل. الجهل يعني إذا رضي الإنسان بالجهل ولم يتعلم فكأنه لم يصم. من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومع وجود أركان الإسلام وشرائع الإسلام، لكن لابد من وجود المعلم. فكان المعلم الأول هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقل الأمة العربية بتعاليم القرآن التي أنزله الله في رمضان، ونقلها من أي حال كانت في الضياع، في الفقر، في الجهل، في الجاهلية، في الوثنية، إلى أن امتدت الجزيرة العربية إلى حدود الهند وفرنسا أمة عالمة متحضرة متوحدة من أجل الإنسانية، كل الإنسانية. فإذا فقهنا صوم رمضان طعاما وشرابا، وفقهنا صوم رمضان ترك والصوم عن كل قول أو عمل لا يرضى به الله، فنكون قد صمنا حقيقة، تلاقي مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
فإذا الصوم الحقيقي ورمضان الحقيقي للصائم هناك مدرسة أخلاقية يهذب لسانه، أعماله، سلوكه، وهناك مصح جسدي، صوموا تصحوا. وكما اكتشف علماء الغرب فائدة الصوم، وصار البعض منهم يترك الطعام إلى 40 يوما، وأنا أحد من ترك الطعام على الصوم هذا الحديث 2 أسبوعين متتاليين بلا طعام البتة إلا الماء مع أمور أخرى تابعة لها. أما كثيرون من تلامذتي صاموا 40 يوما بلا طعام البتة. وفي هذا الحال كيف يعيش الإنسان؟ قال علماء الصوم الطبي بأن الإنسان متى شعر نفسه بانقطاع غذائها من الخارج يتحول غذاؤها إلى المدخرات في الداخل، فما يوجد في الجسد من تكلسات وأملاح وأدهان لا حاجة بها يتغذى الجسم الصائم أثناء صيامه بهذه الزوائد، فيخرج من الصيام إن كان مريضا صحيحا. وقال علماء الصوم الطبي بأن الصوم الطبي ولكن بشرط أن يشرف عليه طبيب مختص أو من عرف الصوم بكل أبعاده. قالوا بأن الصوم يشفي من عموم الأمراض 95% من عموم الأمراض. فلما نجد أن الإسلام جعل الصوم ركنا من أركانه ال5، فما معنى ذلك؟ وما يعني الأركان ال5؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة صعود وعروج إلى الله لتكون تلميذا والله أستاذك يعلمك الكتاب والحكمة ويزكيك. فالصائم يجب عليه قبل رمضان أن يفتش عن أستاذ يعلمه كيف يصوم، سواء في رمضان عن الطعام والشراب أو في غير رمضان أن يصوم عن اللغو وعن الرفث وعن كل ما لا يرضي الله عز وجل. فببركة ما أنزل الله على النبي من القرآن، وإذا بالأمة العربية تتحول من قبائل متقاتلة إلى أمة تقود العالم من الهند إلى حدود إسبانيا في هيئة أمم جعلها الإسلام أمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة. فصوم رمضان هو مدرسة، وهو مصح، وهو